السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها السادة والسيدات، نحييكم هنا من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله من العاصمة الرباط، ومباراة من المباريات المهمة برسم الجولة 15 من الدوري الوطني الاحترافي، يستقبل من خلالها فريق الوداد الرياضي ضيفه الكوكب المراكشي. تشكيلة الفريقين سنبدأ أكيد بفريق الوداد من المنتظر يدخل بالأسماء التالية على مستوى حراسة المرمى: بدر الدين من عاشور، بقية الأسماء من عطوشي، صالح الدين السعيدي، يوسف رابح، أنس المرابط، أشرف بن شرقي، فابريس نكيسيون، مع عبد العظيم خضروف، إبراهيم النقاش، المهدي قرناص، وويليام جيبور بقيادة المدرب سيباستيان دي صابر. في الوقت اللي انطلقت فيه المقابلة نذكر كذلك بتشكيلة الكوكب المراكشي. التشكيلة الأساسية تضم كل من محمد وزوك على مستوى حراسة المرمى، بقية الأسماء عبد الهادي، عبد الواحد الشخصي، إبراهيم نجم الدين، أحمد الشاقو، خالد السقاط، جمالي مغري، محمد رفقي، يونس رشيد، ياسين دابي، المهدي زايا، والمهدي مفضل. بالإضافة إلى ذلك هناك أكيد المدرب الذي يقود هذا المقابلة أحمد البجا بعد الانفصال عن المدرب فؤاد الصحابي. انطلقت المباراة، هي قمة المتناقضات، وبداية بضربة خطأ لفائدة فريق الكوكب المراكشي، تمشي مباشرة على مستوى الجهة اليمنى لفائدة عناصر فريق الوداد الذي يطمح اليوم أن يحقق النقاط الثلاث من أجل الظفر بلقب الخريف. أكيد لقب يبقى رمزي لكن مهم معنويا بالنسبة للكتيبة الحمراء التي استعادت الدورة الماضية الصدارة من فريق الدفاع الحسني الجديدي. وبذلك نذكر الوداد في المركز الأول برصيد 30 نقطة من أصل 14 مقابلة. عزيزي المشاهد، فاز في 8 ديال المباريات، تعادل في 6 دون تسجيل أي هزيمة بالنسبة للفريق الأحمر في بطولة هذا الموسم. محاولة لكرة تسديدة، جول للكوكب المراكشي. هدف ولا أروع، هدف ولا أجمل، هدف على طريقة اللاعبين الكبار من محمد رفقي. أكيد يستعيد التوازن مع بداية هذا المقابلة بعد ما فقد بريقه فأكيد في اللقاءات الأخيرة لفريق الكوكب المراكشي. شوف الإعادة، هدف مبكر في حدود الدقيقة الثانية، هدف شميل في شباك فريق الوداد، غير يعطي المقابلة تشويق خاص. هي بداية ولا أروع من جانب فريق الكوكب المراكشي في مقابلة قلت من المباريات المهمة برسم الجولة 15 من الدوري الوطني الاحترافي. أكيد تحدثت على الوداد في الصدارة برصيد 30 نقطة، قلت فاز 8 ديال المباريات، تعادل في 6 دون تسجيل أي هزيمة بالنسبة للفريق الأحمر. فيما في الجهة المقابلة الكوكب المراكشي مركز ما قبل الأخير عزيزي المشاهد ب 12 نقطة فقط من أصل 14 مقابلة. الكوكب فاز في 3 ديال اللقاءات، تعادل في 3 و8 ديال الهزائم بالنسبة للكوكب المراكشي. آخر 5 هزائم متتالية للفريق المراكشي، لذلك اليوم يطمح أنه يحقق نتيجة إيجابية أمام المتصدر فريق الوداد. إذا هدف جميل من جانب محمد الفقيه اللي تمكن من تسجيل هدف ولا أروع في حدود الدقيقة الثانية من جانب فريق الكوكب المراكشي. هذه تخلي المقابلة على نار، هذه تخلي المقابلة فيها تشويق وإثارة، وغنشوفوا ردة فعل فريق الوداد الرياضي. مشات كرة على مستوى دفاع فريق الوداد، نذكر مجموعة من الغيابات بالنسبة للفريق الأحمر، يغيب شي صوم، شي كطارة، اسماعيل الحداد، ياسين الكردي، مرتضى فال، يونس بن الأخضر، وعبد اللطيف نصير. هذه غيابات فريق الوداد، هذه خطيرة كانت من جانب الكوكب، هذه خطيرة من جانب فريق الكوكب المراكشي. كيبان هناك ارتباك بعد الهدف المبكر من جانب فريق الكوكب المراكشي. وفي فرصة ثانية حاول من خلالها اللاعب يونس رشيد أنه يستغل خطأ على مستوى تمرير من جانب الدفاع ديال فريق الوداد الرياضي. مشات هذه كرة لجانب يوسف رابح، اللعب على مستوى الجهة اليمنى، نتابع عملية ديال التمرير المهدي قرناص، وصلت لفائدة من عملية ديال التمرير كانت بين اللاعبين، مشات لأشرف بن شرقي، تعود لفريق الكوكب المراكشي. كرة على مستوى الجهة اليسرى، نشوفوا تحركات الكوكب مع بداية المقابلة. هدف غيخلي المعنويات مرتفعة من جانب عناصر الكوكب المراكشي، فيما الوداد كان عارفوا عنده مؤهلات، عنده إمكانيات للعودة سريعا في أجواء المقابلة. شوف هذه تمريرة جميلة خطيرة من جانب الكوكب، تسديدة وكتمشي محاذية بدون أي
يعني بدون مقدمات دخل فريق الكوكب في اجواء المقابله. وشوف هنا اللمسه من جانب اللاعبين ديال فريق الكوكب المراكشي، والتسديده ديال يونس رشيد بهذه الطريقه، والارتباك من جانب يوسف رابح. الارتباك من جانب يوسف رابح لولا التدخل ديال بدر الدين بن عاشور كان يونس رشيد قريب من تسجيل الهدف الثالث. محاوله لفائده فريق الوداد من شبور الخطير، مشات الاشرف بن شرقي على مستوى الجهه اليمنى العرضيه، لكن خرجت الزاويه الاولى لفائده فريق الوداد الرياضي. يعني معطيات المقابله قلت هي مباراه المتناقضات بين صاحب المركز الاول وصاحب المركز ما قبل الاخير. ما تخليش اكيد المقابله تمشي في كفه الوداد بنسبه كبيره، لانه الكوكب عنده الامكانيات لتحقيق نتيجه ايجابيه في هذه المقابله، لكن قيمه الوداد من خلال حصيلته التنقيطيه والصداره تؤكد بان الوداد قادر على العوده. هذه محاوله من جانب فريق الوداد مشات وسط الميدان، تدخل عناصر الوداد، تمرير في الجهه اليمنى، نشوفوا عمليه ديال العرضيه كيف ستكون، البحث على التمرير، وصلت بهذه الطريقه العرضيه، تدخل ديال المدافعين ديال فريق الكوكب المراكشي، وتمشي لخالد السقاط على مستوى الجهه اليسرى من جانب فريق الكوكب المراكشي. كره في وسط الميدان تعود للدفاع، هذا يوسف رابح، وصلت لبدر الدين بن عاشور، بدر الدين بن عاشور لعب كورته على مستوى الجهه اليسرى لفائده انس مرابط لاعب السابق للمغرب التطواني، يلعب الكره بهذه الطريقه في اتجاه جيبور، تدخل اللاعب شاكو مدافع فريق الكوكب المراكشي، وكره اماميه، ونشوفوا التغطيه من جديد هذا المره من جانب من جانب امين عطوشي، رجعت الخلف انس مرابط في الجهه اليسرى، ضغط من جانب اللاعبين ديال الكوكب، كيحاولوا ما امكن ما يخلوش اللاعبين ديال الوداد يلعبوا الكره اللي اكيد تخلي انه البناء الهجمه يمشي مباشره في اتجاه المهاجمين ديال الوداد. عندك اشرف بن شرقي اليوم، وليام جيبور وفابريس ونظاما، تولات خط هجوم فريق الوداد في هذه المباراه. اذا التماس سيلعب من عبد الواحد الشخصي، هذا سيباستيان دي صابر اكيد بعد الانتصار في اخر مقابله، يعني استعاد الوداد التوازن وعاد لسكه النتائج الايجابيه، واستعاد بذلك الصداره من فريق الدفاع الحسني الجديدي بعد 5 تعادلات متتاليه. اكيد طرحات عديده علامه استفهام بخصوص تراجع مستوى فريق الوداد الرياضي، لكن المقابله الاخيره كان عندها طعم خاص هنا بالعاصمه الرباط امام فريق الفتح الرباطي، انتصر عليها الوداد. هذه محاوله وداديه العرضيه، خرجت تماس وركنيه بالفعل يشير الحكم لفائده فريق الوداد الرياضي. اذا ثاني ركنيه غتلعب للوداد، هذا اكيد المهاجم اشرف بن شرقي يعطي اضافه للوداد الرياضي في اول موسم بقميص فريق الوداد، اللاعب السابق لفريق المغرب الفاسي. الركنيه ستلعب الثانيه بهذه الطريقه بحث الرصيد خطيره، مشيت جانبا والتغطيه من احمد شاكو. احمد شاكو كيخلي كره تخرج خارج الملعب، وغيكون تماس لفائده فريق الكوكب المراكشي. هذا مرياله كان لاعب سابق، نذكر بانه كان لاعب سابق لفريق الوداد الرياضي، قضى موسم في القلعه الحمراء، وبعد ذلك عرج على مجموعه من الانديه. اليوم يقود فريق الكوكب المراكشي الى جانب اكيد احمد الباشا. سنعود لنتحدث بلغه المعطيات، بلغه التاريخ، فيما يدور مجموعه فيما يخص مجموعه من الاسماء الحاضره في هذه المقابله. هذه كره ملعوبه وسط الميدان، مشيت لفائده فريق الكوكب المراكشي، البحث على التمرير بهذه الطريقه، وصلت الجهه اليمنى، نتابعوا عمليه ديال التمرير من جانب عناصر فريق الكوكب المراكشي، البحث على التمرير، نتابعوا بهذه الطريقه، كيحاول عمليه ديال التمويه، وتعود وتلعبت من جانب ياسين الذهبي فقط للمدافعين ديال فريق الوداد. وسط الميدان الخضروف لعبها للنقاش، النقاش غيبحث على التمرير، البحث على فابريس وعلى جيبور، كيفضل اكيد التريض في الكره الاخيره وكتمشي في وسط الميدان. فابريس لعبها بهذه الطريقه سيئه كانت فقط للاعبين ديال فريق الكوكب المراكشي، وكتمشي لخالد السقاط. هذا خالد السقاط قضى 7 سنوات في القلعه الحمراء، ذكريات كانت جميله للوداد السابق اللي كان توج بلقبين بقميص فريق الوداد. الاول كان موسم 2006، كان موسم الاول 2005 2006، والثاني لقب للسقاط مع الوداد كان موسم 2009 2010، وبذلك مسيره 7 سنوات تمكن من خلالها السقاط من اكيد الفوز بلقبين رفقه فريق الوداد. واليوم يواجه فريقه السابق وفريقه الحالي يعيش على ايقاع النتائج السلبيه. نتابعوا هذه الكره ملعوبه في الجهه اليسرى لانس المرابط، لعبها بهذه الطريقه، مشيت اماميه، البحث على المراوغه بهذه الطريقه، لكن هناك تغطيه جات في الوقت المناسب من جانب عبد الواحد
الشخصي. السنه الثانيه لعبد الواحد الشخصي بقميص فريق الكوكب المراكشي. هذه ملعوبه بهذه الطريقه، الحكم كيطلب مواصله اللاعب، كيقول ما كاينش هناك خطا. وداديه في وسط الميدان، مشات من جانب النقاش، ربحت على التسديد، ما كانتش تسديده بالشكل مؤطر وبالشكل جيد تعود لفائده فريق الكوكب المراكشي. مباراه متحركه، واكيد الهدف اللي جاء في حدود الدقيقه الثانيه من جانب المتالق محمد لفقي اعطى للمقابله رونق خاص، اعطى المقابله تشويق في الدقائق الاولى ديال هذه المقابله. هدف اللي سجله رفقي، نذكر بانه هو الهدف السابع لمحمد رفقي بقميص اكيد فريق الكوكب المراكشي في بطوله هذا الموسم، فيما صدرت ترتيب الهدافين الى حدود اخر دوره، الدوره 14 ويليام جيبور من الوداد الرياضي برصيد 10 ديال الاهداف، وكذلك جلال الدودي مدافع حسنيه اكادير برصيد 10 ديال الاهداف. فيما مركز الثاني يعني قبل هذا المقابله نذكر كان هناك لفقي من الكوكب المراكشي، وليد ازارو من الدفاع الحسني الجديدي، ولفقي كيتمكن من تسجيل الهدف السابع، وبذلك ينفرد بالمركز الثاني في ترتيب الهدافين بالنسبه للدوري الوطني الاحترافي. كره وسط الميدان مشيت للوداد بهذه الطريقه، البحث على المراوغه، مشيت بهذه الطريقه البحث على تسديد خطيره 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 خطيره، لكن التغطيه جات في الوقت المناسب من جانب المدافع عبد الواحد الشخصي، كيلعب كره بهذه الطريقه مرفوعه اماميه، الكنترول، البحث على التسديد، الاعتماد على التسديد. هذه شميله من الكوكب، يبدو انه يعتمد على التسديد من بعيد كاحد الاسلحه والخيارات المطروحه بقوه من جانب اللاعبين ديال فريق الكوكب المراكشي. شفنا الاولى اعطت الهدف من جانب محمد لفقي، والثانيه من يونس رشيد، لكن هذا المره الابداع جاء من بدر الدين بن عاشور، يتمكن من ابعاد الخطر والركنيه الاولى لفريق الكوكب المراكشي في هذه المباراه. اذا نمشيو نتابعوا الركنيه في حدود دقيقه 11 دقيقه متحركه، فيها جوج ديال المحاولات، فيها هدف من جانب الكوكب المراكشي. في التنفيذ غيكون هو اللاعب محمد لفقيه. نتابع عمليه التنفيذ، صراع كبير في مساحه العمليات العرضيه بهذه الطريقه، مشات خطيره، العارضه من الكوكب اكثر تهديد في هذه الدقائق الاولى عزيزي المشاهد. وشفنا يعني كره خطيره من الكرات اللي تابعناها من جانب الكوكب المراكشي، وهنا العرضيه بهذه الطريقه، لكن التدخل جاء من جانب الوداد. يعني بدايه مثاليه ان صح التعبير من جانب الكوكب المراكشي، بدايه مثاليه من جانب الكوكب المراكشي. هذا خالد السقاط لعب بهذه الطريقه رفقيه، هذه خطيره 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 خطيره، كتمشي للحارس بدر الدين بن عاشور، كيدخل في الوقت المناسب، والكره كتمشي اماميه في وسط الميدان لفائده فريق الكوكب المراكشي. وحاول من جديد وسط الميدان للنقاش، الوداد مازال ما دخلش في اجواء المقابله الى حدود دقيقه 12، ما شفناش ولو محاوله باستثناء الانسلال اللي كان على مستوى الجهه اليمنى، والتمريره اللي مشات بعيده عن بقيه المهاجمين ديال فريق الوداد الرياضي. كره وسط الميدان عبد العظيم خضروف كيبحث عن المراوغه، والابعاد جاء من طرف اللاعبين ديال فريق الكوكب المراكشي، وحكم المقابله يشير بخطا الحكم محمد العلام، خطا لفائده فريق الكوكب المراكشي. نذكر محمد العلام هذه المقابله الثانيه التي يقودها في الدوري الوطني الاحترافي في هذا الموسم، بعد ما كان قاد مباراه الدفاع الحسني الجديدي والشباب الريف الحسيمي، مباراه اللي انتهت ب3-1 لفائده فريق الدفاع الحسني الجديدي. هذه ثاني مقابله يقودها محمد العلام في منافسات الدوري الوطني الاحترافي. كره وسط الميدان مشات للسقط في الجهه اليسرى، يلعب كورته فقط لاشرف بن شرقي المهاجم ديال فريق الوداد، ويليام جيبور الخطير لعبها بهذه الطريقه خضروف، وصلت لاشرف بن شرقي يبحث على المراوغه، لكن امامه صاحب التجربه خالد السقاط اللي كيتمكن من ابعاد الخطر. والركنيه الثالثه لفائده فريق الوداد، لعبت بشكل سريع، مشات وداديه في الجهه اليمنى لاشرف بن شرقي كيبحث على المراوغه، امامه مدافعين ديال فريق الكوكب المراكشي. لازال الضغط من جانب الوداد في هذه الكره، ونشوفوا طريقه ديال التمرير كانت خاطئه، وصلت الكوكب وسط الميدان بشكل سريع، يتم استعادة الكرة وبناء الهجمة من جديد لفائدة فريق الوداد الرياضي. هذه كرة في الجهة اليسرى لفابريس سونداما، تلعبت وسط الميدان من العطاشي، كانت مشات لجيبور، محاصر بجوج ديال اللاعبين ديال الكوكب المراكشي خضروف لبن شرقي ينتظر المساندة، بن شرقي كيلعب كرة الخضروف، بن شرقي من جديد، وصلت كرة للجهة اليمنى لفائدة فريق الوداد العرضية بهذه الطريقة، لكن فقط مباشرة لمحمد اوزوكا الحارس مرمى ديال فريق الكوكب المراكشي. إذا غتلعب الكرة من محمد اوزوكا،
الوداد المباريات اللي استقبل في هذا الموسم، وان كان اللقاءات اللي استقبل فيها كانت خارج القواعد، نذكر حصيلته التنقيطيه يعني 15 نقطه من اصل 7 ديال المباريات، فاز 4 ديال المباريات، تعادل في 3 دون تسجيل اي هزيمه بالنسبه للفريق الاحمر. هذه حصيلته في المباريات اللي استقبل فيها فريق الوداد. اليوم يستقبل الكوكب المراكشي، هذه خطيره 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 جول 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 للكوكب. الكوكب يضرب بقوة مع بداية المقابلة عزيزي المشاهد. الهدف الثاني، شوف الأخطاء من جانب فريق الوداد، والعرضية والراسية جميلة تعطي الهدف من ياسين الذهبي. هدف من ذهب من جانب المهاجم ديال فريق الكوكب المراكشي. أين اختفى الفريق المراكشي اليوم في مقابلة أمام المتصدر؟ يبدأ المقابلة بهذه الطريقة، أكيد هي روح الكوكب المراكشي حاضرة في هذه المقابلة، وتعطي الهدف الثاني من جانب ياسين الذهبي في حدود دقيقة 15. هدفين دون مقابل. أقول بأنه أكيد المتفائلين من جانب فريق الكوكب المراكشي ما كانوش يتوقعوا هذا السيناريو، جوج ديال الاهداف في حدود دقيقة 15. وكذلك المتشائمين من جانب أكيد جماهير فريق الوداد الرياضي ما كانش تتوقع هذا السيناريو الرهيب، أنه الكوكب يبدأ بهدفين دون مقابل. هذه معطيات تخلي المقابلة نار على نار. وعلى ذكر المعطيات عزيزي المشاهد، نذكر بأنه هذا اللقاء رقم 93 في تاريخ الكلاسيكو اللي يجمع بين فريقي الوداد الرياضي والكوكب المراكشي. 92 مقابلة سابقة، الوداد فاز في 34 مقابلة، الكوكب فاز في 22 مقابلة مقابل 36 تعادل حصل في لقاءات الفريقين. شوفوا ردات فعل فريق الوداد، مازال ما دخلش في اجواء المقابلة. معطيات المقابلة تخلي انه المقابلة اكيد مازال فيها كلام، مازال فيها اهداف، مازال فيها محاولات من جانب الفريقين. مشات كرة وسط الميدان من جانب عناصر فريق الكوكب المراكشي، وسط الميدان بعد التمرير بهذه الطريقة. الاخطاء بالجملة في خط دفاع فريق الوداد الرياضي تطرح عديد علامة الاستفهام مع بداية هذه المقابلة. وهنا العرضية مشات بعيدة وتمشي ضربة مرمى لفائدة فريق الوداد الرياضي. أكيد وقت كافي للعودة في النتيجة بالنسبة لفريق الوداد، وغنشوفوا كيفاش غيتعامل فريق الكوكب المراكشي بعد تسجيل جوج ديال الأهداف. يعني 5 ديال الهزائم متتاليه من جانب فريق الكوكب المراكشي. اليوم تخلي انه كل الاسلحه ستكون مطروحه من جانب اللاعبين ديال فريق الكوكب المراكشي لتحقيق نتيجه ايجابيه امام المتصدر فريق الوداد. في ماذا يفكر هذا المدرب اكيد سيباستيان دو صابر بعد هذه البدايه اللي ما كانش يتوقعها امام صاحب المركز ما قبل الاخير فريق الكوكب المراكشي. كره تلعب بهذه الطريقه، وصلت وسط الميدان، خضروف تلعبت للنقاش، النقاش ينتظر المساندة لفائدة فريق الوداد. غتمشي كرة على مستوى الجهة اليمنى، وصلت لوسط الميدان من شديد. هذا اللاعب ابراهيم النقاش بالفعل كورتو كتمشي مباشرة على مستوى الجهة اليمنى، كانت من اشرف بن شرقي، رجعت الوداد انتظار التمرير بهذه الطريقة لخضروف غير اتجاه اللاعب، فكرة جيدة، كتوصل الكرة للجهة اليسرى لانس المرابط، وصلها لفابريس اونداما. فابريس ينتظر المساندة، كيلعب كرة العرضية بهذه الطريقة. الكرة كان من جانب خضروف، لكن فقط لاعبين ديال فريق الكوكب المراكشي، والكرة كتخرج خارج الملعب. تماس غيتلعب لفائدة فريق الوداد، تدخل ديال اكيد المدافع ديال فريق الكوكب المراكشي. ونذكر انه اللي دخل هو المهدي سايا اكيد اليوم بثوب الدفاع والهجوم. هذه السيده جميله من جيبور لكن فوق المرمى. نقدروا نقولوا اول تهديد او فرصه من جانب فريق الوداد بشكل مباشر، لكن مشات فوق المرمى. ويليام جيبور الليبيري اللي مسجل 10 ديال الاهداف في بدايه مثاليه بالنسبه لهذا اللاعب في التشكيله الوداديه في هذا الموسم. واليوم الذي يريد ان اكيد انه يمشي على خطوات مجموعه من الاسماء من افريقيا جنوب الصحراء اللي اكيد عطات شيء كثير لخط هجوم فريق الوداد، كان اخرها اكيد اسم من الاسماء اللي تالقات رفقه فريق الوداد مالك
تعرفون اللي كان سجل 17 هدف في الموسم قبل الماضي. هذه محاولة للوداد مشات لصلاح الدين السعيدي. السعيدي أكيد اللاعب السابق لفريق الكوكب المراكشي اليوم يواجه فريقه السابق فريق الكوكب المراكشي. فرصة للوداد، وصلت الجهة اليمنى عملية ديال تاهيل الكرة العرضية من السعيدي بهذه الطريقة، لكن سقط يبعد الكرة وكتمشي لفائدة من لفائدة عناصر فريق الكوكب المراكشي. كتخرج كرة ضربة مرمى لعناصر الكوكب المراكشي. هذا هو صلاح الدين السعيدي، نذكر مواليد 1987، اللاعب اللي كان بدا من مدينة مراكش، كان لاعب سابق لفريق اولمبيك مراكش موسم 2003-2004. فريق اولمبيك مراكش وما يعرف سابقا بفريق عند علي. نذكر بعد ذلك في موسم 2010-2011 صلاح الدين السعيدي كان التحق بالكوكب المراكشي، قضى معاه 3 ديال المواسم. موسم اول لعب 26 مقابله، سجل هدف. في الموسم الثاني الموسم 2011-2012 لعب 14 مقابله، والموسم الثالث بقميص الكوكب المراكشي موسم 2012-2013 لعب 26 مقابله. بعد ذلك سيلتحق بفريق الجيش الملكي، لعب معاه 25 مقابله، ثم بعد ذلك كانت عنده تجربه خارج ارض الوطن بفريق دبي الاماراتي. وفي موسم 2014-2015 نذكر بانه لعب رفقه فريق وسينتقل لفريق الوداد، لعب مع 19 مقابله. وفي موسم 2015-2016 نذكر بانه كان كذلك موسم ثاني رفقه الوداد، لعب 22 مقابله كان سجل هدف. والموسم الثالث كان هو موسم 2016-2017 بالنسبه للاعب صلاح الدين السعيدي. لحدود اللحظه اكيد يبقى من الركائز الاساسيه بالنسبه لفريق الوداد في هذا الموسم. انجازاته كلاعب، نذكر بانه فاز بلقب البطوله الوطنيه مع الوداد سنه 2015، ومجموعه من الانجازات الاخرى اكيد مع المنتخب المحلي لقب كاس العرب، وكذلك التجربه اللي قضاها مع فريق الجيش الملكي. نذكر بانه لعب نهائي. هذه محاوله فائده الكوكب خطيره 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 من جانب الكوكب. كان بامكانه يسجل هدف ثالث، كان بامكانه يسجل هدف ثالث. تابعنا المحاولة ديال ياسين الدبي. اكيد الاداء ديال فريق الوداد مع بداية هذا المقابلة يطرح عديد علامات الاستفهام. شوف الاخطاء على مستوى التغطية الدفاعية، هذه وجدات بدر الدين بن عاشور اللي خرج الكرة خارج الملعب، وكتمشي كرة ركنية لفائدة فريق الكوكب المراكشي. ملعوبة ابعاد من ويليام جيبور. هذه المرة تماس حكم يقول أو ركنية لفائدة فريق الكوكب المراكشي، الركنية الثالثة لفريق الكاسيم. حول الثالثة لوجدات التدخل ديال بدر الدين بن عاشور. نتابعوا الركنية من جديد، كتمشي للوداد. أشرف بن شرقي رجعت للنقاش، تمريرته خاطئة. شوف التمريرات الخاطئة من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، هنا بطاقة صفراء. هذه أكد بأنه يعني شيء غريب يحدث في أداء فريق الوداد في الدقائق الأولى. ارتباك، تمريرات خاطئة، أخطاء بالجملة على مستوى الدفاع، وهنا العقوبة الانضباطية أكيد للاعب إبراهيم النقاش من صفوف فريق الوداد الرياضي. خطأ لفائدة مسجل الهدف الأول محمد الفقيه اللي بدا المقابلة بالشكل مثالي بالنسبة لفريقه فريق الكوكب بهدف، أقول هدف غاية في الروعة في حدود الدقيقة الثانية. وبعد ذلك الهدف الثاني كيجي في حدود الدقيقة 15، ونشوفوا التدخل كانت مقصودة بالفعل من جانب النقاش. الحكم عطى بطاقة صفراء، تدخل بهذه الطريقة امام محمد الفقيه. نتمنوا انه اكيد اللقطة ما تعاودش، ما يهم هو السلامة ديال جميع اللاعبين في هذه المقابلة، سواء من جانب الكوكب ولا كذلك من جانب فريق الوداد الرياضي. شوف صورة معبرة، صلاح الدين السعيدي وكذلك النقاش، فيما زملاء اكيد خالد السقاط الودادي السابق كما قلت. يعني بداية مثالية أكثر من رائعة. السؤال المطروح، هل سيواصل فريق الكوكب المراكشي المقابلة بهذا المستوى بهذا الأسلوب وبهذا القتالية؟ نتابعوا ذلك أكيد في الدقائق المقبلة، سواء الدقائق الجولة الأولى من شوف هنا كيفاش كان الخطا وكيفاش تم استغلاله من جانب المهدي زايا. العرضيه والراسيه من ياسين الدبي اللي عطى هدف ثاني يزين ذهبا بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي، فيما اكيد اهداف مفاجئه بالنسبه للعناصر الوداديه. وشوف الفرحه اليوم، اكيد غتكون فرحه كبيره بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي في حاله ما انه تمكن من تجاوز فريق الوداد. مباراه
ما انتهتش. الوداد قادر على العوده، والكوكب الى واصل بهذه الطريقه بامكانه انه يعود بنتيجه ايجابيه. هنا شوف الهدف الجميل، شوف الهدف الرائع. محمد فقيه واحد من الاهداف الجميله، واحد من الاهداف الجميله اكيد التي ستدون بالنسبه لمباريات الدوري الوطني الاحترافي في هذا الموسم، وكذلك في لقاءات هذا الجوله 15. اخر مقابله عن اخر المباريات بالنسبه لمرحله الذهاب. اذا ضربه خطا من جانب الكوكب المراكشي. خالد السقاط العرضيه الراسيه وصلت على مستوى الجهه اليمنى، ما كانش هناك تسلل بحثا العرضيه دي خطيره خطيره، هذه خطيره من جديد من جانب الكوكب، هذه خطيره من جديد من جانب الكوكب. وشوف كيفاش لعبها يونس رشيد في ثاني تهديد من جانب هذا اللاعب. وهنا نشوف سوء على مستوى التغطيه الدفاعيه من جانب عناصر الوداد الرياضي. تلعبات من يونس رشيد، حاول انه يباغت الحارس اكيد بدر الدين بن عاشور، لكن للمره الثانيه يتمكن بدر الدين بن عاشور من ابعاد التسديده ديال يونس رشيد. اذا الركنيه غتلعب من جانب خالد السقاط. السقاط بهذه الطريقه البحث الراسيه اللي تدخل هو اللاعب السعيدي، وصلت لي اشرف بن شرقي. صراع كبير الان بين لاعبين ديال الفريقين معا، تلعب كره اماميه ابعاد من طرف دفاع فريق الكوكب المراكشي. الكونترول بهذه الطريقه من طرف امين عطوشي، رجعات للحارس بدر الدين بن عاشور كيلعب كره على مستوى الجهه اليسرى. هناك التواجد ديال انس المرابط. امين عطوشي امين عطوشي من جديد كيبحث على المسانده، كره مرفوعه اماميه في العمق. ويليام جيبور محاصر من جانب المدافعين ديال كوكب مراكش اليوم، يعني كيبان انه ولا خالد سقط ولا ابراهيم نجم الدين ولا احمد شاك ولا عبد الواحد الشخصي يراقبون كل التحركات ديال ويليام جيبور على مستوى خط هجوم فريق الوداد الرياضي. الى حدود اللحظه ناجحين في المهمه الدفاعيه، وانتظروا بقيه الدقائق ديال هذه المقابله. كره وسط الميدان لفريق الوداد، مشات على مستوى الجهه اليمنى العرضيه بهذه الطريقه البحث الراسيه دي خطيره. الكره كي تصطدم بالقائم الافقي مرمى الحارس محمد وزوكا، ويمكن اعتباره ابرز تهديد من جانب فريق الوداد ديجا في حدود هذه الدقيقه. ولا شفنا الابعاد كان بطريقه غير جيده من جانب الدفاع ديال فريق الوداد الرياضي. الكره تصطدم بالقائم الافقي في المحاوله الاخيره لشكلت الخطوره من طرف اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي. شوف هنا تلعبات العرضيه بهذه الطريقه من خضروف، يعني عرضيه تصطدم بالقائم الافقي، وكان قريب الوداد انه يفتتح حصه التسجيل بالنسبه لي في هذه المقابله. كره في يد الحارس بدر الدين بن عاشور، مشات كره اماميه اليمين عطوشي. عطوشي ينتظر المسانده، عطوشي يلعب كره في الجهه اليمنى، تواجد ديال يوسف رابح. يوسف رابح من جديد اليمين عطوشي. عطوشي كيمر كره للنقاش وسط الميدان، تصل لانس المرابط. المرابط من جديد يعني مالئين وسط الميدان بشكل جيد لاعبين ديال كوكب مراكشي، ويراقبون كل التحركات ديال عناصر فريق الوداد، ناجحين في المهمه الى حدود هذه اللحظه. هذه محاوله كره في الجهه اليمنى لفريق الوداد يبحث على تسجيل الهدف الاول وتقليص الفارق بعد جوج الهدف الكوكب من العرضيه بهذه الطريقه. هذه فيها الخطوره هذه شميله من اشرف بن شرقي، هذه شميله من اشرف بن شرقي في ثاني تهديد للوداد. شوف كيفاش لعبت العرضيه بهذه الطريقه الشميله وعلى الطاير، على الطاير لعب على طريقه زين الدين زيدان. لو تم تسجيل هدف، هذا الهدف كان غيكون كذلك من بين اشمل الاهداف هذا البطوله على ما اقول، على ما اتوقع في ظل مجموعه من المحاولات الجميله من جانب الفريقين معا. تابعنا اخر واللي كانت من جانب اللاعبين ديال فريق الوداد. هذه كره وسط الميدان كتمشي بهذه الطريقه في الجهه اليسرى. هذا ابراهيم النقاش لامين عطوشي. عطوشي كره في العمق بحث على التمرير لفابريس سونداما، سبق الكره هو اللاعب خالد سقاط. كره للوداد في الجهه اليمنى، محاوله ديال التمرير الارتباك في العمليه
دفاعيه من جانب الكوكب مراكشي. في اخر المطاف كتمشي كره في الجهه اليسرى، مراوغه جميله والتمريره كذلك اجمل. وشوف الحوار هنا من طرف اللاعبين ديال الكوكب المراكشي، خذوا الثقه في المقابله. والان تمريره تمشي مباشره لعناصر فريق الوداد الرياضي. هذا اشرف بن شرقي صعود ديال انس المرابط كيبحث على التمريره. اشرف بن شرقي العرضيه واستماته من دفاع فريق الكوكب المراكشي، استماته من اللاعبين ديال الكوكب المراكشي. كنظن يدخل هو ياسين الدابي في الكره الاخيره. كتمشي ركنيه الرابعه لفائده فريق الوداد. صلاح الدين السعيدي لاشرف بن شرقي، فرصه مواتيه لتهديد مر فريق الكوكب المراكشي. والابعاد من جديد هذا المره كان من جانب الفقيه. الكونترول صراع بين الفقيه واشرف بن شرقي، جوج ديال الاسماء مؤثره في تشكيله الفريقين. هذه خطيره 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 خطيره. الحكم ماذا يقول؟ يشير تسلل ضد فريق الوداد الرياضي، تسلل ضد فريق الوداد الرياضي. اذا كتلعب كره اماميه فقط، كتمشي خارج الملعب. غيكون هناك تماس من جانب الوداد. بدا تدريجيا كيدخل في اجواء المقابله. شفنا جوج ديال الكرات اللي اكيد شكلت الخطوره من طرف اللاعبين ديال فريق الوداد بعد ما كان الكوكب سجل جوج ديال الاهداف. جوج ديال الاهداف تنضاف لحصيله تهديفيه مهمه في تاريخ لقاءات الفريقين. قبل هذا المقابله 59 هدف تم تسجيلها من جانب الكوكب المراكشي في شباك فريق الوداد الرياضي. 59 هدف باحتساب جوج ديال الاهداف، اصبحت الحصيله 61 هدف في شباك فريق الوداد. فيما الوداد الرياضي سجل في تاريخ لقاءات الفريقين 89 هدف، وبذلك يبقى الامتياز بلغه المعطيات بلغه التاريخ والارقام لفائده فريق الوداد الرياضي، اللي قلت بانه فاز في 34 مقابله مقابل 22 انتصار لفائده الكوكب المراكشي و36 تعادل في تاريخ لقاءات الفريقين. خطأ لفائدة فريق الكوكب المراكشي. غيتلعب من جانب خالد سقاط. خالد سقاط كرة في العمق، تدخل ديال رابح مشات من السعيدي. كرة في الجهة اليسرى للمدي قرناص. قرناص كيلعب كرة لويليام جيبور، هادي لخضروف للسعيدي. السعيدي لفابريس. فابريس ينتظر المساندة، كيبحث على التمرير كذلك. هذا جيبور وصلت وسط الميدان لصلاح الدين السعيدي. تمرير الكرة بطريقة جيدة من طرف اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي. بناء الهجمة في انتظار اكيد تهديد مرمى فريق الكوكب المراكشي. هذه محاولة تمريرة خاطئة، والحكم ماذا يقول؟ يقول خطأ لفائدة فريق الكوكب المراكشي. الحكم يقول خطأ لفائدة فريق الكوكب المراكشي. شوفوا الإعادة. كانت كي اللاعب ياسين الدابي تحصل على خطأ أمام اللاعب فابريس أونداما مهاجم فريق الوداد الرياضي. إذن كرة تلعب أمامية لفائدة الكوكب المراكشي. أنس المرابط اليمين عطوشي. عطوشي كيلعب كورته بهذه الطريقة. صلاح الدين السعيدي راسيه في اتجاه ويليام جيبور. هي الكره لاشرف بن شرقي، الكنترول بالصدر محاصر باللاعب عبد الواحد الشخصي. فضل تمرير الكره للسعيدي. السعيدي ينتظر المسانده، وصلت الجهه اليمنى للمهدي قرناص. قرناص كيصعد على مستوى الرواق الايمن بهذه الطريقه الجميله من جانب لاعب فريق الوداد. هذه مشات لجيبور، وصلت البحث على المسانده. تاخر اكيد في الكره الاخيره، تاخر المهدي قرناص في الكره الاخيره، لكن دائما الكره لفائده فريق الوداد الرياضي. هذا اشرف بن شرقي لفابريس لاشرف بهذه الطريقه. شوف سوء التفاهم في الكره الاخيره، وتصل للمدافعين ديال فريق الكوكب المراكشي. العرضيه من جديد، هذه تاهي الكره. تسلل يشير الحكم، تسلل يشير الحكم، التسلل التالي على المهاجمين ديال فريق الوداد الرياضي. كيف سيري الوداد اكيد مرحله ذهاب، وكيف سينهي الكوكب مرحله ذهاب بعد ما قلت تناول هزائم متتاليه بالنسبه للفريق الاحمر خلال تناول الانفصال على مدرب فؤاد الصحابي. 5 ديال الهزائم متتاليه. هل سيساعد التوازن فريق الكوكب المراكشي؟ اكيد امام من؟ امام متصدر الوداد. غتكون 3 ديال النقاط من ذهب، اقول من ذهب بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي.
نستبق اكيد المعطيات، اكيد 2-0، لكن الوداد بامكانياته البشريه والتقنيه قادر على العوده في نتيجه هذه المقابله. كما قلت نفس الشيء بالنسبه للكوكب، اذا واصل بهذا المستوى يعني يتمكن من العوده بنتيجه ايجابيه هنا من العاصمه الرباط امام فريق الوداد. نشوفوا محاوله وداديه لخضروف لعبها فابريس وصل الكره الجهه اليسرى، تمريرته خاطئه. الان بدا الكوكب يعتمد على الكونتر اتاك، الهجومات المرتده من اجل مباغته فريق الوداد بهدف ثالث. هدف ثالث اقول بانه هنا شوف بدر الدين بن عاشور، كان فيها مغامره من جانب بدر الدين بن عاشور، وكان قريب انه اظن ياسين الدابي هو اللي كان قريب انه يستغل يعني الكره الاخيره اللي كانت من جانب بدر الدين بن عاشور. تمس عبد الواحد الشخصي، السنه الثانيه رفقه فريق الكوكب المراكشي، مشيت لرفقي مسجل الهدف الاول. التسديده بهذه الطريقه مطالب بلمسه يد، الحكم قال ما كاينش هناك ركله جزاء لفريق الكوكب المراكشي. يضغط في هذه اللحظات، شوف بهذه الطريقه وصلت الجهه اليمنى، البحث على العرضيه خطيره في يد الحارس، بدر الدين بن عاشور. اذا الكره كتمشي خطا، يقول الحكم بالفعل خطا لفائده فريق الوداد الرياضي. كره في وسط الميدان، صعود المهدي قرناص، البحث عن التمرير، صلاح الدين السعيدي، مهدي قرناص، كرة في الجهة اليمنى العرضية بهذه الطريقة، هي الكرة فرصة للوداد، ونشوفوا فابريس كيلعبها بطريقة ما كانش جيدة فقط للاعبين ديال الكوكب المراكشي. خالد سقاط كتمشي كرة على مستوى الجهه اليسرى، هناك لاعب ساقط من جانب فريق الكوكب المراكشي. اللاعبين ديال الوداد كيفضلوا مواصله اللعب، وصلت كره في الجهه اليسرى لانس المرابط، بالفعل هناك خطا واضح. انه شفنا التدخل ديال الماديزيه كان مقصود في اللقطه الاخيره، انه شاف هناك لاعب ساقط من صفوف فريقه اكيد فريق الكوكب المراكشي، وتدخل بهذه الطريقه، والحكم يشير خطا لفائده فريق الوداد الرياضي. نشوف هنا الاعاده، بالفعل عقوبه انضباطيه مستحقه للاعب الماديزيه، خطا موجود لفائده فريق الوداد الرياضي. الكوكب المراكشي نذكر حاصلته خارج الميدان، باعتبار انه اليوم يعني كيلعب مع الوداد خارج مدينه مراكش. الوداد هو اللي مستقبل اللي قلت لقاءات الكوكب المراكشي خارج الميدان، فقط تحصل على 4 ديال النقاط من اصل 7 ديال المباريات، يعني حصيله سيئه للكوكب المراكشي في لقاءاته خارج الميدان، فقط 4 ديال النقاط من اصل 7 ديال المباريات. فاز مقابله وحيده وكانت امام فريق الجيش الملكي، وتعادل في مقابله وحيده وتلقى 5 ديال الهزائم فريق الكوكب المراكشي خارج ميدانه. نشوفوا لقاء اليوم كيف سيكون. هذه العرضيه للوداد، تدخل ديال دفاع الكوكب المراكشي، تغطيه بشكل جيد كانت من طرف اللاعب جمال امغري. الكوكب الذي يغيب عنه اليوم جمال برارو بسبب الاصابه، فيما بقيه الاختيارات كتبقى اكيد اختيارات ديال المدرب، سوء على مستوى التغطيه، سوء تفاهم في اللقطه الاخيره بين اكيد الحارس محمد اوزوكا ولا المدافعين ديال فريق الكوكب المراكشي. نشوفوا الاعاده بهذه الطريقه، يعني كان قريب وليام جيبور يستغل هذا الخطا، لولا انه محمد اوزوكا يعني تمكن انه يحصر كورته للمره الثانيه على التوالي. كره وسط الميدان لفائده فريق الكوكب المراكشي، احمد الشاكو الموسم الثالث بقميص الكوكب المراكشي، الموسم الماضي كان هو الهداف ديال فريق الكوكب المراكشي، مدافع هداف. اكيد هذه من الميزه اللي يتمناها كل فريق، انه يكون عنده مدافع وفي نفس الوقت هو هداف. عندك كذلك حتى يعني مجموعه من الاسماء الاخرى اللي تلقات في البطوله الوطنيه مدافعين اكيد بنوايا هجوميه وبادوار هجوميه محضه. عندك المتصدر جلال الداودي من الحسنيه اكادير، اكيد مدافع اللي اختفى الاضواء كذلك بالنسبه للحصيله التهديفيه ديال فريق الحسنيه في هذا الموسم، الى رفقه ويليام جيبور.
حصيلة تهديفية كما شرت سابقا 10 ديال الاهداف وصدارة ترتيب الهدافين. سيتمكن ويليام جيبور من تسجيل هدف رقم 11 وبذلك سينفرد بصدارة ترتيب الهدافين، لأنه كان عارفه جلال الدودي ما غيلعبش المقابلة مع حسنية أكادير بعد ما كان تم توقيفه في آخر مقابلة تلقى الطرد رفقة فريق الحسنية. فرصة مواتية للصدارة في من المتصدر، لازال يبحث من اجل تقليص الفارق العرضيه. بهذه الطريقه الكره خرجت، يقول الحكم وضربه مرمى لفائده فريق الكوكب المراكشي. الكوكب الذي يبحث على الانتصار رقم 444 في تاريخ اكيد لقاءات الفريقين في البطوله الوطنيه منذ موسم 56 57. 443 انتصار لفائده الكوكب المراكشي مقابل 527 تعادل و 428 خسارة لقاء فريق الكوكب المراكشي. فيما الوداد 767 انتصار، 767 انتصار للوداد منذ أول موسم للبطولة الوطنية مقابل 668 تعادل و 366 هزيمة بالنسبة للفريق الأحمر. الكوكب المراكشي اللي مسجل 1341 هدف اكيد في المباريات ديالو في البطوله الوطنيه، واحتساب جوج ديال الاهداف اللي سجلها في هذه المباراه مقابل اكيد 1319 هدف دخلت شباك فريق الوداد باحتساب جوج ديال الاهداف اللي سجلها فريق الكوكب المراكشي في هذه المقابله. فيما الوداد نذكر بانه يعني حصيله تهديفيه تؤكد القوه ديال الوداد على مستوى تاريخ البطوله الوطنيه، مسجل 2113 هدف فريق الوداد منذ اول موسم في البطوله الوطنيه. يعني حتى النسبة تؤكد هذا المعطى اللي تحدثت عليه. سجل 2113 هدف ودخلت شباكه 1319 هدف، يعني الفارق ديال 794 زائد 794 هذه اكيد يعني حصيله ايجابيه بالنسبه للفريق الاحمر على مستوى اكيد حصيلته التهديفيه. فيما الكوكب المراكشي دخلت شباكه 1303 ديال الاهداف مقابل 1341 هدف سجلها الفريق الاحمر، اي بنسبه زائد 38%. كره في وسط الميدان، نخليو المعطيات الرقميه جانبا، نرجعوا لاجواء المقابله على بعد دقائق قليله من نهايه الشوط. اول الشوط اكيد اللي اكد فيه فريق الكوكب المراكشي التفوق على فريق الوداد الرياضي بعد ما تمكن مبكرا من تسجيل الهدف الاول في حدود دقيقه التاليه. محمد الفقيه يعني منح الهدف الاول، بعد ذلك ياسين الدابي كيمنح الهدف الثاني لفريق الكوكب المراكشي. وشفنا مريانا، قلت بانه اكيد يوسف مريانا اللي كان لعب سابقا لفريق الوداد كلاعب. هذه محاوله خطيره، جول 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 ثالث، جول ثالث ياسين الدابي على بعد اكيد لحظات من نهايه المقابله في حدود دقيقه 42 كيتمكن من تسجيل الهدف الثالث لفائده فريق الكوكب المراكشي. 3-0 3-0 اكيد ثلاثيه اقول مدويه في هذه الجوله بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي. شوف سوء التغطيه، شوف الاخطاء الدفاعيه من جانب عناصر فريق الوداد الرياضي، يستغلها على النحو الجيد ياسين الدابي اللي كيتمكن من تسجيل هدف ثالث. ياسين ذهبا، اقول ياسين ذهبا بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي في هذه الجوله الاولى. ماذا يحدث للوداد؟ هذا سؤال يطرح بشكل كبير خلال فترات هذه الجوله الاولى. المتصدر الذي اسقط الكبار والصغار، المتصدر اللي حقق اكيد نتائج ايجابيه وتمكن من تحقيق 8 ديال الانتصارات كاول فريق اكيد بالنسبه للفرق اللي حققت اكبر عدد من انتصارات في بطوله هذا الموسم. عندك الوداد 8 ديال الانتصارات، وعندك الدفاع الحسني الجديد 8 ديال الانتصارات، يلي اتحاد طنجه ب7 ديال الانتصارات. مباراه نقدروا نقولوا في الشوط الاول اسوا شوط لفريق الوداد في بطوله هذا الموسم، الا ما قول في المواسم الاخيره بالنسبه لفريق الوداد الرياضي. يعني نتيجه ما كانش يتوقعها المتفائلون من جانب فريق الكوكب ولا كذلك المتشائمون من جانب فريق الوداد الرياضي.
3-0. أقول ثلاثية قاسية في هذا الشوط الأول في مرمى فريق الوداد الرياضي. نشوف ردة فعل في اللحظات الأخيرة، يخرج الكوكب ب 3-0. جولة أولى غتكون مهمة بالنسبة ليه في الجولة الثانية. هذه محاولة لإفادة فريق الوداد. وليام ينتظر المساندة، لعب في الجهة اليسرى، البحث عن العرضية بهذه الطريقة. المهدي قرنوس، العرضية خطيرة، لكن هناك التغطية كتجي من جانب أحمد شاكو، والكرة كتخرج خارج الملعب. تماس لإفادة فريق الوداد الرياضي. إذا كرة في الجهة اليمنى، نشوفوا العرضيه بهذه الطريقه، المحاوله لافاده الوداد الرياضي، والحكم يشير بالكره لافاده فريق الكوكب المراكشي. غريب امر كره القدم، فريق متصدر، مجموعه من النتائج اكيد الايجابيه اللي حققها فريق الوداد في هذا الموسم. وفي الدوره 15 الجوله الاولى 3-0 الوداد اللي كان فاز ب3-1 على شباب اطلس خنيفره، فاز في الدوره الاولى على اولمبيك خريبكا 3 مقابل 2، فاز 5-0 على الجيش الملكي في الدوره السادسه. هو متاخر في الجوله الاولى ب3-0. فيما الجهه المقابله الكوكب المراكشي اللي كان تلقى الهزيمه 3-0 في الدوره الثانيه امام فريق نهضه بركان بمدينه بركان، انهزم ب3 مقابل 2 في الدوره 12 امام فريق الفتح الرباطي، وتلقى الهزيمه ب3-0 في الدوره 13 هناك بخنيفره امام فريق شباب اطلس خنيفره. متقدم في هذه الجوله الاولى ب3-0. طموح كبير، رغبه كبيره، بانت بانه الفريق الاحمر اكيد جوج الفرق اللي كتلعب بالقميص الاحمر، الاحمر الودادي والاحمر المراكشي. الاحمر المراكشي متقدم ب3-0 في انتظار الجوله الثانيه، جوله المدربين كيف ستكون ولمن ستكون. اذا تماس حتى اكيد الحضور الجماهيري القليل في هذه المقابله، كنظن بانه اكيد من الامور اللي ربما تاثر على معنويات اللاعبين ديال فريق الوداد الرياضي. ما فيها شك، فريق اللي سجل 5 ديال او 4 ديال التعادلات، 5 ديال التعادلات متتاليه، اخرها انتصار ولا بالرباط على حساب الفتح الرباطي. كان انتصار مهم بالنسبه لفريق الوداد الرياضي، فريق متصدر. واليوم اكيد شخصيا توقعت حضور جماهيري كبير من جانب جماهير الوداد، لكن يعني الصور معبره في المدرجات. هذه محاوله تسديده، عن ماذا يبحث فريق الكوكب المراكشي في هذه المقابله؟ يعني 3-0 ولا زال يبحث على هدف اخر. هذا فريق مغاير الفريق اللي شفناه في الدورات الماضيه الى حدود الدوره 14. شوف هنا ضربه خطا ستكون لفائده فريق الكوكب المراكشي. عندك خالد السقاط وعندك كذلك محمد الفقيه، جوج ديال الاسماء التي تجيد التسديد من بعيد. اخر فرصه اكيد في هذا الشوط الاول، اخر فرصه في هذا الشوط الاول ربما تكون من جانب فريق الكوكب المراكشي. اذا محمد الفقيه سجل هدف اول في حدود الدقيقه الثانيه، هدف جميل، ويسجل هدف رابع. اقول غتكون كارثه بكل ما تحمل الكلمه من معنى بالنسبه للوداد في هذه الجوله الاولى. اذا محمد الفقيه يبحث لتسجيل هدف رابع في شباك الوداد الرياضي، وعندك كذلك شاكو. اذا محمد الفقيه بهذه الطريقه مشت فوق المرمى، وبالفعل اخر محاوله في هذه الجوله الاولى يوني اكيد حكم المقابله. تفوق واضح من جانب فريق الكوكب المراكشي 3-0 على حساب فريق الوداد الرياضي. اكيد في الشوط اكيد كان مفاجئ بالنسبه لانصار فريق الوداد الفريق المتصدر، وكان كذلك مفاجئ كذلك حتى بالنسبه لعشاق فريق الكوكب المراكشي في ظل اكيد المعطيات اللي اكدت انه الفريق المراكشي ما كانش لا معنويا ولا كذلك تنقيطيا في المباريات الاخيره، ما كانش في احسن احواله. في انتظار الجوله الثانيه لمن ستكون، هل سيعود الوداد ام انه الكوكب سيؤكد التفوق في الشوط الثاني ويسير نحو الفوز بهذه المباراه؟ اذا في انتظار الجوله الثانيه، تحيه لكم مشاهدينا الكرام.
من جديد نحييكم أيها السادة والسيدات هنا من المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله من العاصمة الرباط، أكيد في مباراة المتناقضات برسم الدور 15 من الدوري الوطني الاحترافي بين الوداد الرياضي والكوكب المراكشي. ثلاثية مهمة بالنسبة للفريق المراكشي في الشوط الأول، خرج من خلاله فريق الكوكب منتصرا أداء ونتيجة. الهدف الأول كان من جانب محمد الفقي في حدود الدقيقة الثانية، مهد وعبد الطريقة بالنسبة للفريق المراكشي لإضافة هدف ثاني كان من ياسين الدابي، استطاع أنه بعد ذلك يسجل الهدف الثالث بعد كرة ثابتة من جانب خالد السقاط، تهيئها بهذه الطريقة واستغلالها بيسارية من جانب ياسين الدابي اللي وقع الهدف الثاني الشخصي له والثالث لفريقه خلال الجولة الأولى. في انتظار الجولة التالية كيف ستكون ولما ستكون السؤال المطروح؟ هل فريق الوداد استصغر ضيفه الكوكب المراكشي خلال هذه المقابلة؟ فريق المراكشي بعد سلسلة من النتائج السلبية، 5 ديال الهزائم متتالية أمام المتصدر الوداد الرياضي، هل كان لهذا المعطى تأثير كبير فيما يخص التعامل مع أجواء هذه المقابلة من جانب الفريق الوداد الرياضي؟ وهل كان ذلك حافز، أقول حافز بالنسبة للفريق الأحمر لتحقيق نتيجة إيجابية؟ فريق الأحمر طبعا المراكشي من أجل تحقيق نتيجة إيجابية أمام المتصدر الوداد وبذلك إيقاف سلسلة من النتائج السلبية بالنسبة لفريق الكوكب المراكشي. إذا الكوكب في جولة تالية سيبحث أنه يأمن النتيجة، بهذا المفهوم يأمن النتيجة سواء من خلال الاحتفاظ على الفريق الثلاثة ديال الأهداف أو إضافة هدف آخر. كل معطيات تبقى واردة، كما قلت مباراة ما انتهتش، الوداد هو الآخر عنده كل الإمكانيات للعودة في نتيجة المباراة خلال الجولة الثانية بعد ما شفنا الشوط الأول كان من جانب فريق الكوكب المراكشي. نذكر بلغة المعطيات بالرغم من التقدم 3-0 لفائدة الكوكب المراكشي، الوداد كان هو صاحب اكيد الافضليه على مستوى نسبه الاستحواذ 52% مقابل 48% لفريق الكوكب المراكشي. بلغه المعطيات 5 ديال ضربات الاخطاء لفريق الوداد، 11 للكوكب المراكشي. نذكر اكيد التسديد داخل الاطار 1 كانت للوداد و5 للكوكب المراكشي، 3 منها كانت داخل شباك اكيد الحارس بدر الدين بن عاشور. اذا لحظات وتنطلق الجوله التاليه، لحظات وتنطلق الجولة التالية، كيف ستكون ولما ستكون؟ هذه أكيد الأسماء المراكشية منتشية بالانتصار في الجولة الأولى، فيما كيبان أكيد هناك تغيير من جانب فريق الوداد الرياضي الذي أكيد يرمي أكيد بورقة مهمة على مستوى خط الهجوم، ولاعب غنشوفوا أكيد الناجم محمد الناجم ما سيقدمه للوداد خلال الجولة الثانية، واللي خرج هو إبراهيم النقاش. إذن تغيير أول من صفوف فريق الوداد الرياضي، إخراج متوسط ميدان دفاعي وإدخال لاعب مهاجم. الآن غنشوف أكيد كثافة عددية على مستوى عدد المهاجمين ديال فريق الوداد الرياضي. إذا تنطلق الجولة التالية والسادة والسيدات، تنطلق مع التطلعات والأمال من جانب كل فريق. الوداد للرجوع في نتيجة المباراة، والكوكب لمواصلة أكيد التقدم وتأمين النتيجة والخروج بانتصار، غيكون انتصار مهم للفريق الأحمر. كرة على مستوى وسط الميدان، مشات من جانب صلاح الدين السعيدي، كتوصل الكرة في الجهة اليسرى لفائدة فريق الوداد. غيكون مطالب أنه مع بداية الجولة الثانية يسجل هدف يخليه أنه يرجع في أجواء المباراة. الدقائق الأولى هدف غيكون مهم، ونشوف هذه محاولة لفائدة فريق الكوكب المراكشي، مشات من جانب من جانب يونس رشيد، افتكاك الكرة في الجهة اليسرى لياس المرابط، تمريرة بهذه الطريقة مشات محاذية على اللاعب أمين عطوشي. أمين عطوشي على ذكر هذا اللاعب سيلتحق يوم غد بدولة الإمارات العربية المتحدة رفقة أكيد اللاعب الحداد الغايب على هذه المقابلة. مبغاش أكيد الوداد يجازف بخدمات هذا اللاعب،
العائد من الإصابة. أكيد كان منتظر أنه يدخل في هذه المباراة، لكن يغيب عن التشكيلة الأساسية والاحتياطية بالنسبة لفريق الوداد. الحداد والعطوشي، جوج ديال الأسماء أكيد ستغادر يوم غد صوب الإمارات للالتحاق بالمنتخب الوطني الأول. المنتخب الوطني معسكر أكيد إعدادي للحدث المهم، نهاية كأس إفريقيا للأمم بالغابون. هذه محاولة للوداد والنجم خطيرة 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 خطيرة، هذه كانت خطيرة من جانب فريق الوداد الرياضي. مع بداية ديال هذه المباراة نشوف أشرف بن شرقي هذيك المنتخب الوطني حتى المنتخب المحلي أكيد دخل في معسكر إعدادي. المنتخب المحلي كذلك دخل في معسكر اعدادي، ومن بين الاسماء اللي غتكون حاضره اكيد في لائحه جمال السلامي اشرف بن شرقي الحاضر في الصوره. عندك اشرف بن شرقي، عندك كذلك صلاح الدين السعيدي، عندك وليد الكرتي، وعندك بدر الدين بن عاشور. 4 ديال الاسماء من فريق الوداد الرياضي ستخوض مع المنتخب الوطني اللاعبين المحليين مباراة امام منتخب بوركينا فاسو، مباراة التي ستجرى بالملعب الكبير بمدينة مراكش بعد ما كانت مبرمجة هنا بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بمدينة الرباط. اليوم اكيد يتم تاكيد ان المباراة ستجرى بمدينة مراكش يوم الاربعاء المقبل بداية من الساعة 4 بعد الزوال. إذن 4 ديال الاسماء من فريق الوداد في تشكيلة المدرب جمال السلامي، فيما 2 ديال الاسماء أكيد ستكون حاضرة ضمن معسكر الأسود هناك بالإمارات. إسماعيل الحداد وكذلك اللاعب أمين العطوشي اللي شفنا أكيد بالنسبة لنتيجة الجولة الأولى والأخطاء اللي تم ارتكابها في دفاع فريق الوداد ما غتخدمش مصالح هذا اللاعب، وكذلك دفاع فريق الوداد الرياضي في هذه المباراة. انطلقت الجولة الثانية، وداد بدا محاولة أولى، غنشوفوا ردة الفعل بعد ذلك لمن ستكون، فيما سيباستيان دو صابر في ماذا يفكر. يعني تولاتيا زلزلت فكر هذا المدرب. الآن غنشوفوا لمسة دو صابر في هذه الجولة الثانية. هذا هو الفقيه، وتحدثت على هذا اللاعب مرارا وتكرارا، قلت في اليوم اللي يكون عندك الفقيه جاهز بدنيا ونفسيا كذلك الكوكب في احسن احواله. شوف هنا التدخل كان من جانب اللاعب المادي قرناص كيتلقى عقوبه انضباطيه، دار في صفوف فريق الوداد. شوفوا ياسين الدابي اللي مسجل 2 ديال الاهداف، مهاجم السابق لفريق المولوديه الوجديه. يعني في مباراه اقول مصيريه بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي، اما سيعود في اجواء المنافسه من جديد ويستعد لمرحله الياب. تحدثت على اهداف ديال ياسين الدابي اللي مسجل الى حدود لحظه 3 ديال الاهداف بقميص فريق الكوكب المراكشي. كان عنده هدف، كان عطى تمريره حاسمه، والان فهذا المباراة في الجولة الأولى سجل 2 ديال الأهداف، الحصيلة 3 ديال الأهداف للمهاجم ياسين الدابي مقابل 6 ديال الأهداف لمحمد الفقيه. شوفوا ضربة خطأ اللي فادت الكوكب المراكشي. محمد الفقيه كيلعب كرة بهذه الطريقة، دي خطيرة كانت من جانب الكوكب لولا تدخل الحارس، لولا تدخل بدر الدين بن عاشور أبعد الخطر. كرة لعبات بطريقة جيدة من جانب محمد الفقيه، كان قريب انه يباغت الحارس بدر الدين بن عاشور اللي كان التدخل ديالو مميز في الكره الاخيره. اذا ركنيه من جديد لفائده فريق الكوكب المراكشي، تصل في وسط الميدان. هذا خضروف العبلي والناجم، رجعت اللاعبين ديال الكوكب المراكشي. ياسين الدابي كيبحث على الاختراق وكيتحصل على خطا، والاحتجاج ديال صلاح الدين السعيدي، صلاح الدين السعيدي في الصوره، اللي كان لعب نهائي كاس العرش مع الجيش الملكي سنه 2012، وكان وصيف بطل المغرب مع الجيش الملكي سنه 2013.
انجازات هذا اللاعب، لقب البطوله مع الوداد سنه 2015، وكيف قلت لقب كاس العرب مع المنتخب المغربي المحليين سنه 2012. اذا كره ستلعب من طرف عناصر فريق الوداد الرياضي، مشات في خط الوسط، كره في الجهه اليسرى بن شرقي لخضروف كيوصل الكره للجهه اليمنى، بحث على المراوغه، بحث على التسديد من المهدي قراص، لكن قل ما يقال على المحاوله الاخيره ديالو انها كانت سيئه. اللاعب اللي كان تمكن الدوره الماضيه من تسجيل هدف على حساب فريق الفتح الرباطي. اليوم مجموعه من الاسماء ما شفناهاش في التشكيله ديال فريق الوداد. فابريس سونداما، وليام جيبور، اشرف بن شرقي، ثلاثي خط الهجوم اللي يقول يعني في وضعيه شروط ان صح التعبير. نشوف وليام جيبور في المحاوله الاخيره، خالد السقاط كيتدخل قتاليه من جانب المدافعين ديال الكوكب المراكشي، والحكم يشير خطا لفائده الكوكب المراكشي. هذا ويليام جيبور مسجل قلت 10 ديال الاهداف، عطى جوج ديال التمريرات حاسمه و10 ديال الاهداف اللي سجل هذا الموسم، منها 3 بفضل ركلات الجزاء. فيما بلغه المعطيات نذكر اللاعب الى حدود الدقيقه 1310 ديال الدقائق بقميص فريق الوداد الرياضي، دخل اساسي في جميع المباريات ديال الوداد في هذا الموسم. يعني هذه المقابله رقم 15 اللي كيدخلها ويليام جيبور اساسي في تشكيله فريق الوداد الرياضي. كره في الجهه اليسرى، الوداد لازال يبحث على الطريق للوصول لشباك فريق الكوكب المراكشي. 3-0 في الجوله الاولى، وعلى ذكر الحصيله التهديفيه واكبر نتيجه فوز في تاريخ لقاءات الفريقين، نذكر بانه كانت 4-0 في الجوله 20 من الموسم الرياضي 2014-2015. انذاك سجل باكاري كوني وهاتريك لمالك ايفونا. 4-0 من جانب فريق الوداد الرياضي. نتحدثوا دائما على مستوى المعطيات ديال الفريقين، لكن في 20 مواسم الماضيه واكثر نتيجه تكررت في المباريات ديال الفريقين هي التعادل السلبي 0 لمثله، وذلك في 10 ديال المباريات. هذه معطيات نذكر ديال 20 سنه الماضيه. فيما تحدثت مع بدايه هذه المقابله يعني على تاريخ لقاءات الفريقين منذ اول مباراه جمعت بين الطرفين في البطوله القسم الوطني الاول، اي منذ اول موسم في البطوله الوطنيه. دي محاوله للوداد والنجم حتى على العرضيه بهذه الطريقه، دي خطيره خطيره خطيره، مشات عرضيه، مشات جانبيه من جانب ويليام جيبور. شوفوا هنا الاعاده والنجم الدخول ديالو اكيد في الجوله الثانيه، يحرك من ايقاع هذا المباراه من جانب، اقول من جانب فريق الوداد الرياضي. فين الكوكب كيبان بانه يبحث على الفرصه المواتيه لقتل المقابله وتسجيل هدف رابع، الاعتماد على الهجومات المرتده. كره في وسط الميدان، شات اماميه، فابريس نقيسي اونداما، فابريس غيبحث على المراوغه، فابريس امام المدافعين ديال الكوكب مراكش. العرضيه من المهدي قرناص، هي الكره لفائده صلاح الدين السعيدي، وصلت الجهه اليسرى، كانت من جانب المدافعين ديال الوداد الرياضي. عبد العظيم خضروف، يوسف رابح، بناء الهجمه من جديد لفائده فريق الوداد الرياضي. عبد العظيم خضروف في خط الوسط، نشوفوا التمرير في الجهه اليمنى بهذه الطريقه، العرضيه من قرناص، فقط المدافعين ديال الكوكب المراكشي من جديد للمهدي قرناص، هي الكره لصلاح الدين السعيدي غيبحث على التمرير للمهدي قرناص، اعتماد على الجهه اليمنى، تواجد النجم والنجم العرضيه، وكيمر الكره لصلاح الدين السعيدي، هذه بهالطريقه شميره من جانب عناصر الوداد، هذه خطيره 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 خطيره، ماذا يقول الحكم في الوقت اللي ربما كان هناك مطالبه بجزاء من جانب الفريق الوداد
الرياضي. حكم شاف الركنيه لفائده فريق الوداد الرياضي. شوفوا الاعاده اكيد الصوره لا توضح واش كان لمسه يد ولا ما كانش. الحكم كيوصل مباراه هذه محاوله لفائده فريق الوداد الرياضي. كتمشي اماميه من الفقيه، قلت الاعتماد على الهجومات المرتده من جانب اللاعبين ديال الكوكب المراكشي. هذه فرصه في وسط الميدان، يونس رشيد يلعب كره وصلت للجهه اليمنى لفائده فريق الكوكب المراكشي. العرضيه دي خطيره كانت لولا تدخل المهدي قرناص اللي كيتمكن من ابعاد الخطر، وتعود في وسط الميدان لفائده فريق الوداد. فابريس نكيسي اونداما مشيت لعبد العظيم خضروف وصل عليه اشرف بن شرقي ينتظر المسند ديال انس المرابط على مستوى الجهه اليسرى. كيفضل تمرير الكره لويليام جيبور تمريرته خاطئه. جيبور اليوم اقول بانه خارج التغطيه في خط هجوم فريق الوداد الرياضي. مشات كره في الجهه اليسرى، خالد السقاط وسط الميدان، تمرير ديال ياسين الدابي والنجم كيمر الكره بهذه الطريقه، وفابريس اونداما كذلك يعني تمريرته خاطئه. اذا بناء الهجمه من فريق الوداد كان منتظر انه يبدا الجوله الثانيه بالضغط على فريق الكوكب المراكشي وتقليص الفارق. هذه محاوله للوداد، بحث على التسديد ويليام جيبور، الحكم كيطلب مواصله اللاعب، كيقول ما كاينش هناك خطا. كره في الجهه اليسرى عبد الواحد الشخصي، جوج ديال المواسم قضاها مع فريق الكوكب المراكشي. كتمشي في وسط الميدان، تمريره وصلت لخالد السقاط، بحث على القطره الصغيره، مشات لياسين الدابي يبحث على الاختراق، محاوله فائده فريق الكوكب المراكشي. تدخل ديال العطوشي جاء في الوقت المناسب وبطريقه مناسبه، ونشوفوا بنا الهجمه من جديد لفريق الوداد الرياضي. هذا والنجم وصلت الجهه اليمنى لفابريس اونداما. فابريس غيبحث على العرضيه، فابريس بالفعل تمكن من ذلك. اشرف بن شرقي هناك الكنترول بالصدر، ينتظر المسانده كذلك، تغطيه من طرف المدافعين ديال الكوكب المراكشي. هذا خضروف، وصلت لاشرف لخضروف، لكن في اخر المطاف الابعاد من طرف الدفاع ديال الكوكب المراكشي. اللي دخل هو عبد الواحد الشخصي، يقول استماته من الشخصي شياغو نجم الدين وخالد السقاط، رباعي خط دفاع فريق الكوكب المراكشي. هنا الحكم يشير بخطأ، كل ما ازداد اكيد الوقت كل ما اكيد غيكون هناك ضغط على فريق الوداد الرياضي، انه غتصعب المهمه والمأموريه في العوده في نتيجه هذه المقابله، خصوصا وانه الهدف تاخر الى حدود دقيقه 59. نشوفوا الكرات الثابته، ربما تكون حل من الحلول المطروحه من جانب الوداد في هذه الجوله الثانيه. صراع كبير في مساحه العمليات، عندك السعايدي وجيبور وفابريس ولايحه طويله من الاسماء الوداديه، لكن شوف هنا كيفاش تلعبات من اشرف بن شرقي، مشات خارج الملعب. هذا هو اشرف بن شرقي اللي مسجل جوج ديال الاهداف الفريق الوداد في هذا الموسم، وعطى 3 ديال التمريرات حاسمه بالنسبه لفريق الوداد الرياضي. الى حدود لحظه لعب 945 دقيقه بقميص فريق الوداد الرياضي. دخل اساسي في 12 مقابله، تم تغييره في 8 ديال المباريات، فيما دخل احتياطي في مقابله واحده. 3 ديال المباريات فقط اللي لعبها اشرف بن شرقي، لعبها كامله بقميص فريق الوداد. هنا مشات للحارس المراكشي، كيلعبها محمد وزوكا وسط الميدان. انس المرابط، كتمشي كره للجهه اليسرى اماميه لفابريس، لعبها بهذه الطريقه جميله من فابريس، كيبحث على الاختراق في الجهه اليسرى، واللي كيدخل هو ياسين، كنظن ياسين الدابي هو اللي دخل، او عبد الواحد الشخصي هو اللي دخل في الكره الاخيره. غيكون تغيير الان من جانب فريق الكوكب المراكشي. اذا تغيير من جانب الكوكب المراكشي، اللي غيدخل هو شهاب فلات. يعني الان كيبان بانه الباجه ومريانه يعني غيبحثوا من اجل تامين النتيجه، لانه لاحظ خروج مهاجم هو ياسين الدابي اللي سجل جوج ديال الاهداف.
اهداف جميله في شباك فريق الوداد الرياضي، وكيدخل شهاب فلات اللي هو مدافع. الان الزياده العدديه في الدفاع ديال فريق الكوكب المراكشي، غيصبح العدد 5 ديال المدافعين، 5 ديال المدافعين من جانب الكوكب المراكشي في حدود دقيقه 61 على بعد 29 دقيقه من نهايه المباراه. اكيد الان يعني 3-0 اكيد على الورق تقرب فريق الكوكب المراكشي من انتصار في هذه المقابله، لكن اكيد هناك معطيات، هناك متغيرات ربما تحدث بين الفينه والاخرى من جانب فريق الوداد، او غنتظروا بهذا النسق اللي غيلعب به وهذا الاسلوب اللي غيلعب به فريق الكوكب في الدقائق المقبله. يعني ادوار دفاعيه محضه، تامين الخطوط الدفاعيه والاعتماد على الهجومات المرتده. الصورة أكيد ستطغى بشكل كبير في لحظات الجولة الثانية العرضية مباشرة في اتجاه الحارس محمد أوزوكا، مباشرة في اتجاه الحارس محمد أوزوكا. تحدثت قلت أكيد كلاسيكو من المباريات اللي كانت مباريات تاريخية على مدى اكيد تاريخ كرة القدم الوطنية. لقاءات الكوكب الوداد او الوداد والكوكب المراكشي كانت دائما لقاءات فيها ندية، فيها تشويق وفيها إثارة، فيها منافسة كبيرة بين الفريقين. اكيد رجعوا للتاريخ، رجعوا للغة المعطيات، ونذكروا بانه يعني منذ اول موسم في البطولة الوطنية يعني بدا الصراع الكبير في تاريخ لقاءات الفريقين بين الوداد والكوكب المراكشي. موسم 1956 1957 انذاك الوداد يتوج باللقب والكوكب المراكشي هو الوصيف. يعني بان في اول موسم صراع الكوكب والوداد من اجل تحقيق الانتصارات والمنافسه على اللقب. قلت 56 57 الوداد يتوج باللقب والكوكب وصيف، وانذاك كريمو لاعب الكوكب هو الهداف ب 18 هدف. فيما ثاني محطة من المحطات اللي شهدت ندية بين الفريقين الموسم الثاني على التوالي دائما في البطولة الوطنية، موسم 1957 1958 الكوكب يتوج على حساب الوداد والوداد يحتل المركز الثاني اي الوصفة. وبذلك بعد ما كان الموسم الاول لفريق الوداد الموسم الثاني تواليا الكوكب يتوج على حساب فريق الوداد الرياضي. هذه كلها معطيات تؤكد انه اللقاءات الفريقين كانت لقاءات فيها نديه واثاره على المستوى الدوري الوطني وكذلك حتى على مستوى منافسات كاس العرش. نذكر بانه يعني جوج ديال المحطات كتبقى من المحطات المثيره في صراع الكوكب والوداد. 1964 في منافسة كأس العرش الكوكب يتوج باللقب على حساب الوداد، واللقب والانتصار والفوز كان بمدينة الدار البيضاء بالحصة كانت 3 مقابل 2. وكما قلت الكوكب يتوج بلقب كأس العرش. هذه محاولة للوداد من جيبور مباشرة في يد الحارس محمد أوزوكا في الوقت أو فابريس سونداما. إذا فابريس سونداما هو اللي لعب الكرة الأخيرة العرضية من النجم الدخول ديالو في الجولة الثانية. نقدروا نقولوا بأنه حرك الآن الهجومية ديال فريق الوداد الرياضي. تحدثت على صراع الفريقين في البطولة وتحدثت على اول محطه من المحطات المثيره في تاريخ لقاءات الكوكب والوداد في كاس العرش. قلت بانه يعني الكوكب توج باللقب على حساب الوداد بمدينه الدار البيضاء ب3 مقابل 2. وثاني محطه ستؤول لفائده الوداد موسم 1997 الوداد يتوج بلقب كاس العرش على حساب الكوكب المراكشي، وكان ذلك هنا بقلب العاصمه بالمجمع الرياضي الامير مولاي عبد الله بالرباط، والحصه كانت هدف دون مقابل. اذا كيف قلت يعني جوج ديال المحطات لكل فريق لا في البطوله ولا في كاس العرش، وصراع الوداد والكوكب من اجل البحث على النتائج الايجابيه سيتواصل باعتبار انه جوج ديال الفرق كبيره على مستوى كره القدم الوطنيه.
اذا غيكون هناك تغيير من جديد لفريق الكوكب المراكشي. كره كتمشي في الجهه اليسرى اكيد مطالب من جانب جماهير فريق الوداد انه فريقها يخرج من جلباب التواضع في هذه المقابله. وقلت الشوط كيبقى اسوء شوط للوداد في هذا الموسم لما نقول في المواسم الاخيره. يعني نادرا ما شفنا الوداد متاخر ب 3-0 في الجوله الاولى، لكن الكوكب هي ضربة حظ من انه الاصرار، اقول الاصرار المراكشي كان اكبر وحاضر بشكل كبير في هذه المقابله، هو اللي اعطى هذا الاداء، هو اللي اعطى هذا التقدم بالنسبه لفريق الكوكب المراكشي بهذه النتيجه. كره مشات للجهه اليمنى، هدف رابع سيقضي على احلام الوداد في العوده في نتيجه هذه المقابله. 67 دقيقه غيكون هناك تغيير ثاني، غيكون هناك تغيير ثاني. اذا غنشوفوا شكون اللي غيغادر. اذا بعد لحظات غيكون التغيير الثاني من جانب دخول فهد الضيفي، دخول فهد الضيفي وخروج المهدي مفضل. فيما الوداد كذلك تغيير كما نتابع في الصوره. يعني التغييرات، شوف انس المرابط هذا ما كانش جيد في هذه المقابله، يغادر الملعب. تغيير انس المرابط ودخول اللاعب قدرين عبر رقم 32. تغيير من جانب مدرب سيباستيان دو صبر. لكن لا شيء يذكر بالنسبه لنتيجه هذه المباراه، نتيجه على ما هي عليه دائما 3-0. تلعب الكره من جانب العناصر ديال الكوكب المراكشي للحارس بدر الدين بن عاشور. امين عطوشي، اول لمسه لقدرين، كتمشي في خط الوسط. عمليه ديال التمرير فقط لاعبين ديال الكوكب الفقيه كيبحث على المراوغه. تدخل قرناص ومشيت للاعب النجم، حكم يشير خطا، خطا لفائده فريق الوداد الرياضي. وزوكا ناجح في المهمه ديالو اليوم امام خط هجوم فريق الوداد الرياضي. ضربة خطا لفائدة فريق الوداد، كرة ثابتة ما شكلتش الخطورة. نشوفوا الثانية حدود دقيقة 69. الكوكب يقترب من الفوز بنقاط الثلاث في هذه المقابلة. تلعب هذه الراسية من دفاع الكوكب المراكشي، وفي آخر المطاف للحارس محمد وزوكا. كيلعب كرة في الجهة اليمنى لفائدة الكاسيي، مراوغة بطريقة جميلة من عبد الواحد الشخصي. عبد الواحد الشخصي ضاعت كورتو للوداد. اشرف بن شرقي، اشرف بن شرقي محاصر بلاعبين ديال فريق الكوكب المراكشي. قلت انه قتاليه في هذه الجوله الثانيه، واكيد الكوكب يتراجع بشكل ملحوظ من اجل تامين اقول الخطوط الدفاعيه في هذا الشوط الثاني. من حقه ذلك 3-0 يعرف قيمه الاسماء الوداديه، الاسماء اللي بامكانها انها ترجع في النتيجه في اي لحظه. يريد ان يتابع هذا السيناريو، خصوصا وانه متقدم بنتيجه ديال 3-0. الكوكب اللي اخر انتصار بالنسبه لي كان في الدوره التاسعه، كان بمدينه مراكش بهدفين مقابل واحده من فريق اتحاد طنجه. سينتظر حتى الدورة 15 ليستعيد نغمة الانتصارات بعد ما تلقى 5 ديال الهزائم متتالية. أكيد خلاتنا والفصال المدرب وهذا الصحابي. هذه محاولة لفائدة فريق الوداد الرياضي، مشيت على مستوى الجهة اليسرى. تلعب بالطريقة التالية في خط الوسط، تدخل ديال عناصر الوداد من قرناص، مشيت للعطوشي، امين عطوشي. اكيد بعض الغيابات تقول يعني بان التاثير ديالها بشكل واضح في التشكيله ديال فريق الوداد. هذا هو النجم، خطيره 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 خطيره، هو النجم خطير. مطالبه بركله جزاء، مطالبه بركله جزاء. الحكم كيقول ما كانش هناك ركله جزاء في اللقطه الاخيره.
كيقول انه التدخل ديال المدافع ديال كوكب المراكشي كان تدخل سليم، لانه شفنا الاختراق من جانب النجم. في حديث الان مع الحكم المساعد اكيد غنتابعوا الاعاده. زملاء اكيد في الوحده المتنقله رقم 9 بقياده زميلي عمر زويت نوا. زميلي شوفوا اللقطه هذه، اكيد لقطه من زاويه اخرى. واش كان تدخل ديال اللاعب ديال كوكب مراكشي؟ اكيد كان تدخل. فركله جزاء لفريق الوداد الرياضي. ما كانش تماس من جانب المدافع ديال الكوكب، طبيعي انا ما غتكونش ركله جزاء. لكن اللاعبين ديال فريق الوداد طالبوا بركله جزاء. لا يمكن نشوفوها واش المس الرجل ديال اللاعب ديال الوداد الرياضي والنجم. يعني فيها شك كبير انه كان خطا من جانب المدافع ديال فريق الكوكب المراكشي. لذلك فتابعنا انه كان احتجاج من جانب النجم وطلب ركله جزاء من الحكم ديال المباراه. اذا النتيجه كتبقى 3-0. كره لفائده الكوكب في الجهه اليسرى. قرناص خضروف كيمر كره لاشرف بن شرقي، تعود للكوكب المراكشي في وسط الميدان. تمريره بهذه الطريقه من شاكو، الاعتماد على الهجومات المرتده، والحكم كيقول بانه كره او لمسه يد، كيقول لفائده فريق الوداد الرياضي. نقترب من حدود دقيقه 73. نقترب من حدود دقيقه 73. كره كتمشي في الجهه اليمنى لفريق الوداد الرياضي. مقابله شوف انه مريانه، واكيد الى جانب احمد البهجه جوج ديال الاسماء اليوم اللي تقود اطوار هذه المقابله على مستوى. اكيد فريق الكوكب المراكشي انتصار غيكون له طعم خاص، اقول طعم خاص. وعلى ذكر الانتصارات وعلى ذكر احمد البهجه اللي اكيد اليوم هو المدرب الرئيسي لفريق الكوكب، هذه تسديده جول. واخيرا ياتي الهدف، واخيرا ياتي الهدف الذي حرك المدرجات من جانب جماهير الوداد. هل سيكون كافي بالنسبه للفريق الاحمر للرجوع في النتيجه؟ وليام جيبور في حدود دقيقه 74 يتمكن من فك شفره دفاع فريق الكوكب المراكشي. فابريس انضم لعب العرضيه بهذه الطريقه، هي بالصدر على طريقه تاكيد اللاعبين الكبار، ويباغت حارس فريق الكوكب المراكشي، يباغت حارس الكوكب المراكشي بهدف اول من جانب فريق الوداد الرياضي. هذا اصبحت نتيجه 3-1. هل ستكون كافيه للوداد للرجوع في نتيجه المباراه؟ كل المعطيات تبقى وارده في كره القدم، كل المعطيات تبقى وارده في هذه المباراه بين الكوكب والوداد الرياضي والكوكب المراكشي. تقليص الفارق من جانب الوداد. شوف هذه محاوله ابعاد كتمشي وسط الميدان. اذا ويام جيبور كيتمكن من تسجيل هدف رقم 11، وبذلك ينفرد بصداره ترتيب هدف الدوري الوطني الاحترافي، وكيترك المركز الثاني لجلال الدودي من حسريه اكادير. هذه محاوله للوداد، ارتباك في دفاع فريق الكوكب المراكشي. قلت انه ادخال اكيد لاعب خامس في خط دفاع فريق الكوكب المراكشي. يبان بانه الكوكب يطمح انه يحافظ على النتيجه، لكن الوداد تمكن اخيرا من تقليص الفارق، وكتصبح النتيجه 3-1. يعني سيفرح احمد البهجه بانتصار غيكون مهم لفريقه فريق الكوكب المراكشي. وعلى ذكر الانتصارات هذه خطيره، جول. مباراة ما انتهتش، المباراة
لم تنتهي بعد هدف ثاني للوداد على بعد 2 دقائق من تسجيل اكيد الهدف الاول في حدود اكيد دقيقه 76 العرضيه والراسيه لفابريس نغيسون داما يتمكن من تقليص الفارق، وبذلك المباراه ستشهد نديه وطابع خاص في اللحظات الاخيره. اكيد 14 دقيقه على الصفيح ساخن، نقول 14 دقيقه على صفيح ساخن من جانب الفريق الاحمر فريق الوداد الرياضي. إذا 3 مقابل 2، هل هي ثورة الوداد في الجولة الثانية؟ وهل ستعادنا لذكريات مباراة نصف نهاية عصبة دوري أبطال أفريقيا آنذاك حينما تألق الوداد أمام الزمالك المصري بالرغم من الإقصاء، أقول بالرغم من الإقصاء وبالرغم من اكيد الهزيمه اللي كانت ذهابا هناك بمصر، الانتصار كان هنا بالعاصمه الرباط. اكيد خماسيه كانت من جانب فريق الوداد. هل سيتمكن من العوده في نتيجه هذه المباراه واستحضار روح المقابله التاريخيه امام فريق الزمالك المصري؟ كل معطيات تبقى وارده من جانب فريق الوداد الرياضي. 77 دقيقه 3 مقابل 2. احتجاج اللقطة الأخيرة، حكم يشير خطأ لفائدة فريق الكوكب المراكشي. إذا انتظرنا 20 دقيقة الأخيرة، ربع ساعة الأخيرة، أكيد تشويق من نوع خاص بعد تسجيل 2 ديال الأهداف من جانب فريق الوداد الرياضي. في الوقت اللي تحدثت قلت هل سيفرح أحمد الباشا بالانتصار على حساب الوداد الرياضي واللي عنده ذكريات تاريخية حينما قاد فريق الكوكب المراكشي وحينما اعتمد عليه فريق الكوكب المراكشي لقيادة 2 ديال المباريات كانت أمام فريق الوداد في موسم 2004. آنذاك يعني الكوكب يعين أحمد البهجة مدرب مؤقت لفريق الكوكب المراكشي. 2 لقاءات كانت أمام الوداد، واحدة في منافسات كأس العرش فاز الكوكب بهدف دون مقابل بملعب الحارتي بمدينة مراكش، الهدف ديال قسط. ثم بعد ذلك في نفس الأسبوع اللقاء الثاني ديال أحمد البهجة كمدرب لفريق الكوكب المراكشي أمام الوداد، يتمكن من تأكيد التفوق والفوز على حساب الوداد بانتصار ثاني على التوالي، لكن هذا المره كان في البطوله الوطنيه واللي سجل وعادل اللطفي. الوداد يضغط، الوداد رهيب في الجوله الثانيه وفي اللحظات الاخيره ديال الجوله الثانيه ان صح التعبير. 20 دقيقه على صفيح ساخن، هنا ضربه خطا يشير الحكم لفائده فريق الوداد الرياضي. كره ثابته من مكان مناسب ستحمل الخبر السار لأنصار الوداد. أكيد الأعداد الحاضرة في المدرجات، وإن كان العدد لا يليق بقيمة فريق كبير اسمه الوداد وبقيمة المتصدر الوداد برصيد 30 نقطة. شخصيا كنت أتوقع أنه الآلاف من أنصار الوداد كما عودونا في عديد المباريات في هذا الموسم مواسم سابقة الحضور لمساندة الوداد في كل المباريات سواء داخل أو خارج الميدان. انتظار العودة لأحضان المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء. صراحة افتقدنا للقاءات الفرق البيضاوية هناك، لا الرجاء ولا الوداد، لقاءات بطعم خاص وبحضور جماهيري خاص كيعطي أجواء خاصة للمباريات هناك بالمركب الرياضي محمد الخامس. هل هو الهدف الثالث؟ أكيد سيحرك وسيزلزل بهذا المفهوم المدرجات من جانب أنصار فريق الوداد الرياضي، لأنه الرجوع بهذه الطريقة في الجولة الثانية وفي 20 دقيقة غيكون أحسن هدية للجماهير الودادية. تسديدة بهذه الطريقة مشات وسط الميدان، إبعاد من طرف العناصر ديال فريق الكوكب المراكشي والحكم كيدخل يشير كرة لفائدة فريق الكاسيم. قلت ليعيد التاريخ نفسه للوراء بالنسبة للكوكب المراكشي بقيادة أحمد الباشا في ثالث لقاء كمدرب للكوكب المراكشي. سيواجه الوداد الرياضي هذاك 2 انتصارات، واحدة في البطولة واحدة في كأس العرش، وهذا لقاء في الدوري الوطني الاحترافي عن الجولة رقم 15. إصابة ديال أحد اللاعبين ديال الكوكب المراكشي
يعني التغيير اللي كان ادخال مدافع خامس ربما عطى الثقه للاعبين ديال الوداد الرياضي، لانه شفنا فيها كان مغامره من جانب الفريق الكوكب المراكشي. ادخال مدافع اخر، 5 ديال الاسماء على مستوى خط الدفاع، واخراج مهاجم ياسين الدبي اللي كان بين الفينه والاخرى انه يعني يشاكس دفاع فريق الوداد الرياضي. هذا معطى خدم بشكل كبير مصالح ديال فريق الوداد الرياضي. وحتى التغييرات هذه هنا نتكلموا على الكوتشينغ ديال مريانه والباجا في هذه الجوله الثانيه، واش ما كانش موفق، لانه فريق كان غادي بشكل جيد، فريق كان متقدم ب 3-0 الى حدود الدقيقه 70. يعني تغييرات المعطيات راسا على عقب، والوداد سجل 2 ديال الاهداف. نقترب من حدود دقيقه 82، تماس لفائده فريق الوداد الرياضي. وسط الميدان مشات من جانب صلاح الدين السعيدي، تدخل ديال شاكو. ربما هذا الامر الان فضل ليه الطاقم التقني لفريق الكوكب، لانه غنشوفوا ادخال لاعب العياطي. الخطا اللي تم ارتكابه ربما الان غيحاول فريق الكوكب انه يصحوا بادخال اللاعب العياطي، وغنشوفوا اللاعب اللي غيغادر. نعرفوا الدور ديال العياطي في اكيد في الدور الهجومي، يتحدث على الدور الهجومي ديال الكوكب المراكشي، غيكون مهم ربما في الدقائق المتبقيه. غنشوفوا اللي غيغادر. اذا اخراج مهاجم يونس رشيد كان متحرك، خصوصا في تحدث على الجوله الاولى كان يونس رشيد متحرك. شفنا 2 ديال التسديدات اللي كانت بشكل جيد من يونس رشيد، وجدات الحارس ديال فريق الوداد الرياضي حارس بدر الدين بن عاشور. اذا كره في الجهه اليمنى، بعد الكره خارج الملعب غيكون هناك تماس لفائده الكوكب المراكشي. تماس غيتلعب، مشات كره في الجهه اليمنى، يبعد من جانب الوداد ويليام جيبور، والنجم حتى والنجم الدخول ديالو نقولوا بانه اعطى نفس جديد لخط هجوم فريق الوداد الرياضي في الجوله الثانيه. شوفوا العياطي فاول لمسه، هذا محمد لفقي دي خطيره 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 من جانب الكوكب. تسديده من لفقي، وجدات المدافعين ديال فريق الوداد الرياضي، فيما الحكم يشير رايه التسلل. كيتلعب التسلل بشكل سهل، الحكم كيطلب اعاده تنفيذ التسلل للمكان ديالو. اذا كره في وسط الميدان، مشات كره في الجهه اليسرى. صلاح الدين السعيدي في خط الوسط، عبد العظيم خضروف. يكون هناك تغيير ثالث بالنسبه للوداد بعد لحظات الى العرضيه. احمد شاكو، ادخال ايمن الحسوني بل منتظر انه يكون الورقه الثالثه ديال المدرب سيباستيان دو صابر. لأن الكره في وسط الميدان مشات اماميه لفائده تدخل الدفاع ديال الكوكب المراكشي. هذا خالد السقاط بشكل جيد، كيتمكن من تمرير الكره لمحمد لفقي. تمريرته كان بامكان اشرف بن شرقي انه يقتنص ان صح التعبير في الكره الاخيره. صعود الكره على مستوى الجهه اليمنى كنظن من الشخصي، كيبحث على المراوغه، وخطا لفائده فريق الوداد الرياضي. 85 دقيقه. قلت قبل ذلك هل ستكون دقائق العشرين المتبقيه كافيه للوداد للرجوع في النتيجه؟ بالفعل الوداد كيتمكن من تسجيل 2 ديال الاهداف، هدف في حدود دقيقه 74، وبعد ذلك يعني في اقل من دقيقتين كيتمكن من اضافه هدف ثاني. إذن تغيير في صفوف فريق الوداد الرياضي، خروج ديال عبد العظيم خضروف ودخول ايمن الحسوني. عظيم خضروف على ذكر هذا اللاعب ربما معلومه، نقول معلومه تغيب عن العشاق
ديال الفريقين مع الكوكب ولا كذلك الوداد الرياضي. عبد العظيم خضروف هذا كان لاعب سابق لفريق الكوكب المراكشي في فئه الامل، لعب جوج ديال المواسم وبعد ذلك يعني كان مشى عبد العظيم خضروف في الفريق الاتحاد المحمديه ثم انتقل بعدها لفريق المغرب التطواني. يعني خضروف قضى جوج ديال المواسم كلاعب في فئه الامل مع فريق الكوكب المراكشي. اذا الكره في الجهه اليسرى لفائده فريق الوداد، ابعاد بهذه الطريقه يؤكد انه اكيد مبدا السلام والامان من جانب اللاعبين ديال فريق الكوكب جمالي مغري. واللي بعد الكره تصل ليوسف رابح لامين عطوشي. امين عطوشي كره اماميه، شوف ارتباك في عمليه ابعاد الكره من طرف المدافعين ديال الكوكب المراكشي. ويليام جيبور، شوف جيبور بطريقه شميله، صراع كبير على الكره وصلت للخطير والنجم العرضيه بهذه الطريقه. هذه محاوله ومشات للشخصي على مستوى الجهه اليمنى وكيتمكن من ابعاد الكره بهذه الطريقه. فريق يدافع وفريق يهاجم، فريق يبحث على تحقيق التعادل. هو الوداد عنده 6 ديال التعادلات في هذا الموسم، يبحث على تسجيل التعادل، اقول تعادل الى حدود لحظه باعتبار انه الكوكب متقدم ب3 مقابل 2، فيما الكوكب يبحث للخروج بنتيجه الانتصار، والى تحقق ذلك غيكون هو الانتصار الرابع بالنسبه للكوكب المراكشي في هذا الموسم مقابل 3 ديال التعادلات و8 ديال الهزائم. رقم 8 قاسم مشترك بين الفريقين، لكن بشكل اقول مقلوب. الوداد فاز في 8 ديال المباريات والكوكب المراكشي انهزم في 8 ديال المباريات. 3-2 ضربة خطأ في حدود دقيقة 88. الوداد حتى نقطة أقول من هذه المقابلة غتكون إيجابية بالنسبة له، لأنه شفنا 3-0 جولة أولى، الرجوع في الجولة الثانية غيكون مهم بالنسبة للوداد. العاب العرضية دي خطيرة لكن خرجت الكرة بالفعل، خرجت الكرة بالفعل في الوقت اللي تلعبت، في الوقت اللي كان تسديد من يوسف رابح، والكرة تصطدم بالقائم الأيسر للحارس محمد وزوكا. نشوفوا الإعادة، شوفوا الإعادة. كنظن خرجت الكرة، كنظن خلال اللقطة كيبان بالفعل بأنه الكرة خرجت. ضربة مرمى لفائدة فريق الكوكب المراكشي. 88 دقيقة. شوفوا اكيد النتيجه النهائيه ديال هذه المباراه وكذلك القمه الاخرى اللي غتجمع بين الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي. في ظل هذه النتيجه سيبحث، اكيد اقول في ظل هذه النتيجه سيبحث الدفاع الحسني الجديدي للتتويج بلقب الخريف. اكيد لقب كيبقى رمزي، انهاء مرحله الذهاب بالصداره، كل المعطيات تبقى وارده. نشوفوا الوداد هل يحقق التعادل، ونشوفوا كذلك كيف ستكون نتيجة الدفاع الحسني الشديد والوداد، لأنه في ظل هذه النتيجة غتعطي المقابلة الأخرى بين الأخضر الجديدي والأخضر البيضاوي. أخضر الرجاوي غتعطي المقابلة تشويق خاص، لأنه الدفاع سيبحث عن الفوز بالمقابلة والفوز بلقب بطولة الخريف. متغير في الجولة 15، ويبدو بأنه يعني لعبة القط والفار تتوصل بين الوداد والدفاع الحسني الجديدي. الوداد اللي دورات كان في الصدارة، يعني تابعنا الدورة قبل الماضية فقد الصدارة لفريق الدفاع الحسني الجديدي، والدورة الماضية تغيرت المعطيات من جديد. الوداد كيتمكن من تصدر الدوري والدفاع الحسني الجديدي في المركز الثاني برصيد 29 نقطة. اقترب من حدود دقيقة 90، اكيد تكون فرصة لتضييع بعض الثواني من جانب المدافعين ديال الكوكب المراكشي احمد شاكو. إذا 3 ديال الدقائق، هل ستكون كافية للوداد لتسجيل التعادل؟ وهل ستكون كافية للكوكب المراكشي للمحافظة؟ أكيد غيبحث للمحافظة على التقدم بفارق هدف، في الوقت اللي كان الفارق هو 3 ديال الهدف في الشوط الأول. كان منتظر أنه الوداد يضغط في الجولة الثانية
حتى انه اكيد الصوره السيئه اللي دار بها في الشوط الاول تتغير دي محاوله لفائده فريق الوداد الرياضي. شيبور مشات لصلاح الدين السعيدي، السعيدي سددها واصطدمت بالمدافعين ديال الكوكب المراكشي وخرجت تماس لفريق الوداد. غتلعب منه النجم، كرة في الجهة اليمنى لفائدة النجم، أمامه السقاط كيبحث على المراوغة والتغطية من جانب خالد السقاط. الحكم كيقول خطأ لفائدة فريق الكوكب المراكشي، والنجم زاد في المراوغة في اللقطة الأخيرة، كان بإمكانه أنه يلعب العرضية في اتجاه بقية زملائه، وهذه كانت مهمة بالنسبة للعناصر ديال فريق الكوكب المراكشي. خالد السقاط نقدر نقول 7 ديال السنوات، 7 ديال المواسم، اكيد ماشي بسهل تقضي 7 ديال المواسم رفقه فريق الوداد الرياضي، واكيد توجت بلقبين في البطوله الوطنيه. خالد السقاط اليوم بقميص الكوكب المراكشي وفي وضعيه اكيد لا يحسد عليها فريق الكوكب المراكشي، لكن الانتصار اليوم غيخلي معنويا فريق المراكشي اكيد غيكون منتشي من 3 ديال النقاط على حساب المتصدر، وبذلك ترتيب الاوراق قبل مرحلة الإياب. كرة في الجهة اليمنى مشات من دفاع فريق الوداد الرياضي، نقترب من حدود دقيقة 92 والدقيقة الثانية من الوقت المضاف. الشاكو كرة في وسط الميدان، عملية ديال الإبعاد من الحارس بدر الدين من عاشور. قرناص ضغط كبير من بقيه اللاعبين ديال الكوكب، من جمال مغري وكذلك من محمد الفقيه. كره تمشي للجهه اليسرى للوداد الرياضي، البحث عن المراوغه. شوفوا العرضيه من اشرف بن شرقي، تدخل السقاط بهذه الطريقه، كتمشي للعياط اللي يدخل في الجوله الثانيه. امامهم اقل من دقيقه عناصر الكوكب المراكشي للخروج ب3 نقاط من ذهب بعد مسلسل من النتائج السلبيه، بعد اكيد اسابيع اقول صعبه عاشتها كل مكونات فريق الكوكب المراكشي. اليوم اكيد غتكون اكيد احتفاليه خاصه بعد اكيد صافره الحكم، وبذلك 3 ديال النقاط للكوكب المراكشي اخيرا بعد 5 ديال انتصارات الهزائم متتاليه. يتمكن من تحقيق الانتصار الرابع فريق الكوكب المراكشي، ونذكر هي الهزيمه الاولى للوداد الرياضي، ينتظر حتى الجوله 15 ليتلقى اول هزيمه في هذا الموسم فريق الوداد مقابل اكيد 8 انتصارات و6 ديال التعادلات. هي اكيد الحصيله التنقيطيه والرقميه 3-2 لفائده فريق الكوكب على حساب فريق الوداد الرياضي. مشاهدينا الكرام شكرا لكم على حسن المتابعه، نلقاكم موعد مقبله دائما على قناتكم قناه الرياضي. في امان الله.